بما اننا داخلين على افضل شهر في السنة وهو شهر رمضان الكريم، حاجة مهمة جدا واتكلمنا عنها كتير: نتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ شهر رمضان معروف جدا بالناس اللي بتبقى عايزة تخس لانه شبه نظام الصيام المتقطع، فعشان كده كل امل الناس ان هي تطلع من شهر رمضان محافظة على الشيب اللي وصلت له او محافظة على العضلات اللي عملتها. فعشان كده يا صديقي الموضوع بيتوقف عليك انت. والله انت لو هتقدر تتمرن وتشيل نفس اوزانك وانت صايم، ما عنديش اي مشكلة انك تتمرن وانت صايم وهتعمل عضلات، لان الموضوع متوقف انك تدخل سعراتك او تدخل احتياج البروتين بتاعك او تدخل احتياج جسمك طول اليوم، او من فترة بعد الفطار لقبل السحور تكون دخلت وجباتك. فطالما دخلتها الموضوع خلاص خلص. ولكن انت لو مش هتقدر تتمرن قبل الفطار وتشيل اوزان كويسة وتتمرن بشدة كويسة، يبقى خلاص تتمرن بعد الفطار. فالموضوع متوقف عليك انت، مفيش حاجة اسمها لا انت لو عايز تخس، لو عايز